هلو هلو. النهاردة جاية أوريكم يوم في حياتي، بس عايزاكم تشجعوني عشان ده أول فيديو ليا. يلا بينا يلا. ودلوقتي بقى حضرت كوباية الشاي. ماشي، أنا مش بشرب شاي عادي على فكرة، مش بحب الشاي العادي، ده شاي أخضر. تمام. وهندخل بقى على الغدا على طول. النهاردة هنعمل أكلة أنا ما كنتش بحبها خالص على فكرة، هتشوفوا ايه هي معايا. دلوقتي هنحط مية. تمام، هنغلي المية ونحطها على النار. في حاجة بقى زمان انا ما كنتش بعملها خالص، يعني عمري ما سلقت مكرونة زمان وحطيت في المية ملح، عمري، يعني كان عادي الموضوع بالنسبة لي. فبعد كده يعني عرفت ان كذا حد بيحط ملح، فابتديت بقى احط ملح في المكرونة وكده، فعلا فرق يعني، طعمها فرق. فاهمين يعني؟ بقت المكرونه بتبقى حادقه، انا كنت مهما احط ملح مثلا لما اجي اعمل مكرونه او كده ما بيبقاش فيها الطعم اللي انا عايزاه. لما ابتديت بقى احط الملح يعني ظبطت الدنيا شويه. بس وبعد كده بقى ايه؟ هنعمل اللحمه. انا اصلا يا جماعه مش دي بشاميل، وانا ما كنتش بحب البشاميل خالص من وانا صغيره، عندي قرفه منها. كنت بحبها جدا من وانا صغيره، بس جاتلي قرفه منها، ما بقتش بطيء اكلها ولا اشم ريحتها. ما بحبش ريحه اللبن والدقيق خالص خالص، ما اقدرش اشمه، حتى لو حد بيعمله ما اقدرش اشمه. خلاص اكيد في حد يعني، او في كتير مننا عنده نفس الموضوع ده، بيجيلكوا قرفه من اكله معينه كنتوا بتحبوها جدا، بس يعني ايه ابتديتوا ما تاكلوهاش خالص. بس فانا من كتر ما انا بحبها ببقى نفسي بقى ايه اعملها، بس اللي هو عايزه اغير فيها. فانا قررت ان انا اعملها بعد بقى ما اتجوزت، الكلام يعني انا عندي قرفه منها من وانا في ابتدائي. فقررت ان انا اعملها بقى بعد ما اتجوزت. بس قلت بقى ايه، انا هعمل البشاميل دي بطريقتي. حتى اللحمه يعني اللحمه بالبصل بكل حاجه انا بغير طعمهم خالص، يعني ما بخليهمش ليهم علاقه بالبشاميل الطبيعيه. ممكن اللحمه في ناس كتير بتعملها يعني بتعصجها زي ما انا بعملها، لكن البشاميل استحاله بقى الاقي حد بيعملها زي ما انا بعملها خالص. بس فاحنا كده فرمنا البصل مع بعض. آه وهنحط البصل بعد كده نحط اللحمه. بس انا على فكره اول ما اتجوزت ما كنتش يعني فراخ لحمه اي حاجه كنت لازم اديها صدمه على النار الاول، وبعد كده احط بقى البصل او الحاجه اللي انا احطها. كنت يعني بقرف جدا ان انا احط بصل بعد كده احط فوقيه اللحمه، طب ازاي هحطها بدمها وكده. بس بعد كده بقى بقيت خلاص بقى بعمل زي ما ماما بتعمل، زي ما اي حد بيعمل عادي يعني. بس دلوقتي هننزل بقى بالمكرونه. اهم حاجه المكرونه بتاعه البشاميل. انا عن نفسي بحب اخليها تبقى ايه، يعني مش مستوية اللي هي مستوية 100%، لا يعني بسويها مثلا 60%، اللي هي تبقى فيها شدة بسيطة عشان ما تعجنش او ما تتكسرش. فاهميني ازاي؟ بس فناخد بالنا واحنا حاطينها على النار، اللي هو ايه كل شوية نتابعها يعني عشان ما تعجنش، او في ناس على فكرة بتحبها عادي مستوية، يعني مستوية 100%، لكن انا لا، يعني انا بحب اعملها واحدة واحدة. بس دلوقتي بقى هنخلي البصل، اول ما البصل يدبل شوية هننزل عليه باللحمة المفرومة. طبعا بقى في بعد ما عملت الموضوع ده كله، مش عشان اصلا ما كنتش ناويه اعمل البشاميل، فلما صحيت قلت هعملها، فاكتشفت بقى ان انا ما عنديش صلصه، فانا لازم احط صلصه في في ايه، نسيت اصلا كنت بتكلم عن ايه. في اللحمه، انا على طول متعوده احط صلصه في اللحمه. لازم احط صلصه، اللي هو انا زي ما قلت لكم انا بحب اغير الطعم خالص، فبحط صلصه في اللحمه. تمام. بس لما جيت اعملها بقى ايه ما لقيتش صلصه، اكتشفت ان انا ما عنديش صلصه. انا كنت فاكره والله ان انا كان عندي، بس مش عارفه استخدمتها امتى ولا راحت فين، مش عارفه. بس المهم دلوقتي بقى هنطلع المكرونه. تمام، نغسلها كويس قوي. وبعد كده بقى نرجع للحمه. انا بحب اللحمه تبقى لونها احمر، بس للاسف بقى هنا ما لقيتش الصلصه بقى. بس حطيت فلفل اسود وبهارات لحمه وملح. ماشي، بحط فلفل، لازم الفلفل لان انا بحب اي حاجه باكلها تبقى سبايسي. حتى نيلي برضو كده، يعني عشان محدش يقول لي عشان نيلي وكده، لا نيلي برضو بتحب الحاجات سبايسي كلها، خلاص اتعودت من هي صغيره. بس بقول لكم ما بحطش بقى في اللحمه بهارات غير اللي هي بهارات اللحمه والملح والفلفل الاسود، وانا بحب الفلفل الاسود جدا، يعني بحب الفلفل الاسود ده يبقى عندي كتير. وطبعا عشان ما لقيناش صلصه فاضطريت احط طماطم، قطعت شويه طماطم وحطيتها، بس برضو ما اديتش نفس الافكت بتاع الصلصه، يعني انا بحب اللحمه تبقى حمرا كده، فاهماني؟ وبصراحه كسلت ان انا
اعصر الطماطم. هنيجي بقى هنا للبشاميل اللي انا بعمله مختلف عن كل الناس، اللي انا متأكدة ان كل الناس هتكتب لي ان ده مش بشاميل، بس والله العظيم يا جماعة بجد لو جربتوه والله مش هتاكلوا غيره. يعني بجد ده احلى بشاميل ممكن تاكلوه في حياتكم. يعني انا كل اللي حواليا اللي ابتدى ياكل، يعني جوزي مثلا او ماما او اخواتي او كده، لما ابتديت اعمل الطريقه دي بالبشاميل هم خلاص اتعودوا ان هي دي البشاميل. يعني بشاميل يعني اسراء هي اللي تعملها. بس وكمان حاجه تاني، انا استحاله اكل بشاميل من حد، استحاله، لازم انا اكون عاملاها بايدي. ايه بقى الخطوه اللي انا بعملها؟ بنزل بقى بالسمنه وعليها توم. طبعا ده مش موجود في البشاميل الطبيعي، ده في البشاميل بتاع اسراء بس. بحط توم، او يعني اول ما انزل التوم ريحته تبتدي تطلع، مش استنى لما يغير اللون، لا اول ما ريحته تطلع انزل بالدقيق على طول. وبعد كده اقلب في الدقيق، اقلب فيه. طبعا لما يمسك في بعض كده ما تفتكروش ان هو يعني هيفضل هيكلكع او هيعمل حاجه، لا بالعكس ده هيبقى سايح جدا. انا بحب بقى ادي الدقيق كده ايه تحميصه. بعد كده هنزل بكيلو ونص لبن. انا بعمل صينيه اللي هي مش كبيره قوي، بكيلو ونص لبن. تمام. انا برضو عايزه اقول لكم حاجه بقى سر، انا اصلا مش بحب اللبن ولا الجبن ولا اي حاجه، فلازم اغير طعم اللبن. فنزلت بالكيلو ونص لبن. اقول لكم بقى البهارات بتاعتي المختلفه عن البشاميل الطبيعيه. بحط جوز الطيب، انا بحب جوز الطيب جدا في البشاميل. وبحط ملح ايه فلفل اسود وملح وكاري. هي دي بقى البهارات بتاعتي، جوز الطيب وملح وفلفل اسود وكاري. هو ده بقى الطعم مع التوم بيخلي البشاميل في حتة تانية خالص. والله العظيم بيخليه في حتة تانية خالص، مختلف. بص هو مختلف تماما عن البشاميل العادية، بس بجد لو جربتوا الطريقة دي والله هتعجبكم جدا، هتعجبكم جدا جدا. وانا مستنياكم بجد تجربوها وتقولوا لي. على فكرة طريقة البشاميل دي نفس طريقة الوايت صوص، يعني ممكن تعملوا بيها. يعني انا البشاميل ده بعمله بشاميل، ولما ببقى عايزه اعمل مثلا وايت صوص، بعمل وايت صوص بنفس الطريقه بالظبط، بس بيبقى اخف شويه. فهو ممكن يبقى انا بعمله وايت صوص بقى او نفس الطريقه، لان انا برضو مش بدوق الوايت صوص في اي مكان او اي عند اي حد. يعني اي حاجه انا مش بحبها او في حاجات معينه ما باكلهاش ابدا من عند اي حد، لازم اكلها من عند يعني انا اللي ابقى عاملاها. فاهمين؟ مش عارفه بقى في ناس زي كده ولا لا. بس انا كنت هعمل البشاميل في صينيه عادي. بس على فكره البشاميل لما يبقى معمول في الطاجن بيبقى طعمه خطير، بيبقى مختلف خالص عن البشاميل في الصينيه. سبحان الله، مع ان هي نفس المكونات، بس سبحان الله الطواجن بتدي للاكل طعم فظيع بجد. فقررت ان انا هنا بقى اعمل في طواجن. ماشي. ف فعبيت بقى الطواجن دي و... وبعد ما خلصت الطواجن هقول لكم عملت ايه. اتفضل مني شويه لان انا عامله على كميه الصينيه زي ما انا قلت لكم. فتفضل مني شويه من اللحمه، وتفضل مني شويه من البشاميل، وتفضل مني شويه من المكرونه. هقول لكم عملت بيهم ايه. بس هنا حطيت المكرونه على البشاميل وقلبتهم في بعض. برضو في ناس مش بتقلب البشاميل مع المكرونه الاول، عادي بيحطوا طبقات عاديه، لكن انا بحب اقلب المكرونه بالبشاميل عشان تبقى شاربه كده، تبقى جوسي. بس هنحط بقى طبقه هنا فوقيها من اللحمه. ماشي. ولو في حد مش بيحب الحاجات السبايس ممكن تطلعوا منهم الفلفل بقى. يعني لو انتي حطيتي فلفل فيه او كده، ممكن بقى وانتي بتحطي اللحمه تطلعي ايه الفلفل منه عشان ما يبقاش حامي. بس بعد كده بقى هنجيب البوله تانية. تمام. هنحط فيها شويه بشاميل، وهنحط فيها شويه مكرونه، ونقلبهم بقى ايه في بعض عشان تبقى المكرونه شاربه من البشاميل كويس قوي، زي ما احنا بنحط كده بالظبط. بس هقلبهم بقى كويس كده مع بعض. وبعد كده ايه هعمل الطبقة اللي فوق. بس زمان بقى كنت اشوف ماما بتحط، يعني بعد ما تخلص البشاميل خلص من فوق، بتحط عليه بيض. يعني تحط بيض في طبق وتقلبهم مع فلفل اسود وملح، وبعد كده تدهن بيه الصينية من فوق. فانا برضو مش بحب البيض ومش بحب اللبن ومش بحب الجبن، فما بحطش بقى ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. يعني ما بحطش حاجات دي خالص، ولا حتى الجبنه الموتزاريلا ما بحطهاش ومش بحبها. يعني انا عملت الطاجن بتاعي اهو، مش هحط فيه اي حاجه، لكن الطاجنين التانيين حطيت فيهم بقى جبنه موتزاريلا وكده. لكن انا ما بحبش الحاجات دي اصلا، مش حتى ما عنديش الفكره ان انا اجرب. فاهمين؟ يعني انا مش بحب اجرب اصلا خالص. يعني ممكن في ناس ما بتحبش حاجه بس ممكن تجرب، انا لا، استحالة. ما بحبش اجرب حاجة خالص، ومش بحب ادوق حاجة، ومش بحب اكل حاجة يعني
يعني مثلا ايه، لو معزومه مثلا عند حد على بشاميل استحاله ادوقها، استحاله حتى اجرب او احاول او كده، استحاله، لازم انا اللي ابقى عاملاها عشان اقدر اكل منها. ايه تاني ممكن برضو ماكلوش من عند حد؟ مش عارفه، مش فاكره. بس اكتر حاجه يعني اللي هي استحاله بجد هي البشاميل، استحاله. حتى كل اللي حواليا عارفين، يعني طالما معزومين في مكان لقوا بشاميل يعرفوا ان انا مش هاكل على طول. يعني حتى عند ماما هنعمل بشاميل تقول لي تعالي يلا عشان تعملي بشاميل. ما باكلش بشاميل خالص من عند حد، لازم انا اللي ابقى عاملاها. بس زي ما انتم شايفين اهو، بصوا الطاجن بتاعي اللي جوه ما فيهوش موتزاريلا، واللي بره بقى هو اللي فيه. هندخلهم الفرن، هي كده كده اصلا مستويه، يعني هندخلها الفرن حاجه بسيطه، بس اول ما تبتدي تغلي كده على طول هفتح الشوايه، لان الفرن بتاعي اصلا ضعيف. مش عارفه بقى ضعيف الفرن نفسه ولا الفرن بتاعي هو اللي عنده مشكله او كده، فمش بيعمل اي حاجه من فوق غير لما لازم اكون فاتحه الشوايه زي ما انتم شايفين كده. فانا سبته بالظبط شويه وفتحت عليه الشوايه وبقى بالمنظر الفظيع بقى ده. والله العظيم بجد يا جماعه جربوا الطريقه دي، هتعجبكم جدا، والله العظيم خطيره، تحفه. وبكده يبقى خلاص خلصنا يومنا. باي.